السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير. إن شاء الله تكونوا ملاح وبخير، واليوم الثاني من دروس وراح يكون يوم الدرس. لاحظت أن الكثير يشتكي من مشكل الداونلود من ناحية عندما يكون راح يحمل من التورنت. وأنتم عارفين الإنترنت قليلة في الجزائر، والكثير عندما يتصفح ويحمل يكون عنده تصفح ثقيل، خاصة عندما يستعمل برنامج يتورنت. وأنتم تعلمون كثير سابقا للتحميل. اليوم راح أعطيكم طريقة ربما تكون قليل يعرفها، ولكن كثير إن شاء الله يكون كثير يعرف. الطريقة هي أنك ملفات التورنت تحولهم إلى الإدمار. الكثير ينبهر أكيد كيف راح تخلي التورنت يحمل عن طريق الإدمار. الحين راح نوريك. يوجد أحد المواقع اكتشفته حاليا اسمها filestream.me. هذا هو الموقع. هذا راح أرفقكم في الشرح إن شاء الله. الموقع هذا عبارة عن موقع عادي، تسجيل مجاني. أكيد أنا في سبق تسجيل كأي مواقع العادية، كأي موقع أسجل. هذه لوحة تحكم الموقع مثل ما تلاحظون. عندنا المثال، أنا اخترت ملف صغير لأنه شوي يأخذ وقت في الرفع. نلاحظ أن هذا هو الملف، لعبة قديمة EG2، سبق أحد الأصدقاء طلبها مني. اللعبة هذه كومبريس، هي فيها 1 جيجا، ولكن مع الضغط راح أوريكم ثاني طريقة إن شاء الله كيفاش نضغط الملف أقل حجم المفيد. راح أرفع لكم الحين الملف. كيف راح أشرح لكم كيف تحمل عن طريق هذا الموقع بعد التسجيل واكتمال التسجيل. أكيد مثل ما تلاحظون بعد التسجيل أكيد إيميلي بعد التسجيل. أكيد بعد مسجل دخول، بعد التسجيل دخول راح تفتح لك النافذة لوحة تحكم. راح أرفع الملف التورنت، هذا الداونلود تورنت. نضغط على داونلود تورنت، راح يطلب من عندنا الملف بروثر. راح اختار ملف EG2. اوكي داونلود. مثل ما اعطانا 4 ملفات، وحجم الملف 172 ميجا. اوكي واسم الملف. اوكي داونلود. راح يطلع لنا هنا كريت هو حجم الملف، ومتى كريت متى تم رفع الملف، كريت متى تم إنشاؤه عندك. راح ينتظر شوية قليلا، شوي يتأخر حسب الرفع في السيرفر، لأنه يرفعها عندها في السيرفر ومن بعدين ينشر لك الملف. نحاول ندخل ملفات. اوكي تم الرفع. اكسبيري تم الرفع. عاطيني 3 أيام من أجل الرفع. اليوم تحميل. راح نحمل كامل الملفات. ربما في بعض الأحيان يكون ملفات مختلفة كراك، وانتم عارفين التورنت يتقسم. راح أضغط هنا تحميل الملف. تختار اللي تحمل بها أنت. أنا أدخل SSL أو عادي. الآن طلع عنا الملف مثل ما تلاحظون. راح هنا في الفيو. الكثير يعاني من مشكل استكمال الملف. إنها الحين حلينا مشكل وباقي مشكل، ولكل داء دواء.
الطريقة هي نروح أي مركز تحميل يكون يدعم الاستكمال، مثل المستعملين العرب كثير يستعملون موقع الخليج، مركز تحميل الخليج. راح نختاره، نروح على البرنامج الإدمان، نضغط بروبرتي. الآن تخرج لك تفتح لك النافذة، راح على أضع الملف. هنا راح يطلب منك من تسجيل الملف، تسجيل البيانات. لاحظون الحين تم انتهيت من المشكل. وضعت حسابي ووضعت الاسم والمود باس الباسورد. انصحكم عندما كتابة الباسورد نكتبه مش ميسكيل ماجيسكيل، الادمان وما تعيبه انتم تعرفون. راح نكمل الملف. مثل ما تلاحظون كتكون هناك سابق هنا قبل التحميل طلع لنا الاستكمال. لا راح الآن مثل ما تلاحظون تم الاستكمال. تستطيع عمل بوز للتحميل أو متابعة التحميل. هذا هو درس اليوم. إن شاء الله أعجبكم درس اليوم، يكون مفيد لكم وللشباب جميعا وكم اللي عانوا المشكلة. الشباب عندي كما تقول شيء بسيط منكم. ان شاء الله اللي عجبه الفيديو يشاركنا به وينشره في صفحاته او عند اصدقائه، نشان نكون تنجحونا وتشجعونا نعطيكم الافضل دائما، ودائما نكون في المستوى معكم ان شاء الله. ان شاء الله اللي عجبه الفيديو يعمل لايك، ولو ما عجبه يعمل لايك مشان تشجيعاتنا الى الافضل، ربما يوم من الايام يعجب بنا. ولا تنسوا مشاركتنا في الصفحات التواصل الاجتماعي، تويتر والفيسبوك واليوتيوب. والشكر والسلام عليكم ورحمة الله.